مين هي المذيعة المصرية اللي اتعملت بالذكاء الاصطناعي؟ أنا مذيعة بتقنية الذكاء الاصطناعي. الاسم ماريا والسن طبعا ما نعرفوش، والمهنة مذيعة مصرية شاطرة متصنعة بالذكاء الاصطناعي الاي اي، ظهرت في برنامج العنكبوت على قناة ازهري، وسجل التاريخ اسمها كونها اول مذيعة مصرية تظهر بالذكاء الاصطناعي في الاعلام المصري. ماريا بتقدر تتكلم بطريقة شبه طبيعية جدا، وغير كده بتعرف تتفاعل مع الاخبار وبتتكيف جدا مع سيناريوهات البرنامج. من اسبوع فات برضه كانت ظهرت مذيعة اسمها مليكة، وظهرت في قناة هي، وكانت برضه شخصية بالذكاء الاصطناعي، ظهرت برضه في قناه مصريه بس قالت التردد الجديد بتاع القناه. لكن ماريا كانت مذيعه بجد وقدرت تعمل نقاش مع مقدمه البرنامج. الفكره دلوقتي ان من الواضح كده الذكاء الاصطناعي هيبدا يتوغل حياتنا، وعلى قد ما الموضوع مبهر وجميل لكن ممكن يكون مرعب ومخيف. لان تعالوا نفكر كده، لو موجود بالذكاء الاصطناعي ممثل ومذيع ومؤلف وحاجات تانية كتير، ده احنا اصلا لوحدنا كده والموضوع فيه نسبه بطاله. امال بالذكاء الاصطناعي هنعمل ايه؟ وعلشان كده الاراء منقسمه، في ناس بتشجع جدا الذكاء الاصطناعي وفي ناس تانية شايفه ان هو هيضرنا. فانت بقى مع انهي وجهه نظر فيهم؟